السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي. ومبدئيا كده يا جماعة مليون مبروك للنادي الأهلي، النهاردة فوز مستحق، مباراة ولا أروع. اللاعبين كلها تألقت النهاردة بصراحة، 10/10. طاهر النهارده كمان يا جماعه مرضيش يسلم على مارسيل كولر، الراجل شكله زعلان. ايه اللي هيتم معاه احنا مش عارفين اصلا، ولكن بيقدم روعه. طبعا ضيع ضربه جزاء، ولكن برضه عمل ماتش حلو النهارده، وكمان مان اوف ذا ماتش، راجل المباراه النهارده. وكل اللعيبه الحقيقه ادت بما فيهم الشناوي، طبعا عودته الجميله بقاله ماتشين والنهارده بيصد ركله جزاء. كمان كريم فؤاد ادى، وخالد عبد الفتاح، وسام ابو علي ما شاء الله عليه لعيب مهاجم تقيل ربنا يحميه، وعبد المنعم اللي حدث ولا حرج. والفوز العاشر على التوالي لرحله الدفاع عن اللقب للنادي الاهلي. لعيبه رجاله ما شاء الله عليهم، مليون مبروك النهارده ال3 بونت، وان شاء الله الدوري اهلاوي. حاجه على السريع كده يا جماعه، النادي الاهلي طبعا مارسيل كولر الاجتماع بتاع امبارح مع لجنه التخطيط مستاء جدا ان النادي الاهلي وعدوا بلاعبين كتير ومحدش حسم. وكمان الراجل مازال لحد الان المفاجاه ان هو متمسك بكوناتيه. يعني الراجل يا جماعه راجل غريب، ومطالبه هو شايف ان هي ما اتحققتش. وكمان يا جماعه كلنا رايحين لصفقه الظهير الايسر اللي الراجل مصر عليها، وكل الناس متجهه وباصه ناحيه يحيى عطيه الله. ولكن الرجاء المغربي اليوم نادي الرجاء وصحف مغربيه النهارده بيتاكد ان النادي الاهلي بيتفاوض مع اللاعب يوسف بالعمري الظهير الايسر لنادي الرجاء المغربي. هنشوف ان شاء الله خطه الصفقات ايه، وخصوصا ان مارسيل كولر يعني مصر على الصفقات اللي هو طالبها. وتحياتي لحضراتكم، مليون مبروك للنادي الاهلي. وما تنساش لايك وشير علشان المعلومه توصل لغيرك باذن الله. ولو اهلاوي لو مش عامل متابعه تابعنا علشان يوصلك كل جديد من اخبار النادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.